السلام عليكم. تعالوا النهارده هنعمل سمك مقلي، وازاي نخلي الكفر بتاع السمك يكون متماسك ويكون كريسبي. الاول هنعمل الرز، هننزل بالزيت وهننزل بحوالي بصلتين كبار متقطعين. هنقلب كويس البصل مع الزيت لحد لما يديني اللون البني. ننزل عليه بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهنقلبهم تاني وننزل عليهم بكوبايه من الميه. وبعدين لما يديني اللون او الصوص اللي هو اللون البني، ننزل عليه بالرز، هنقلبه كويس، ننزل عليه بالملح وننزل عليه بكميه الميه اللي متوفره للرز. بعد كده هنغطي، ولما يجي يتشرب من الرز ننزل عليه بحوالي معلقه صغيره من توابل السمك. بعد كده هنجيب سمك، انا عندي سمك قشر بياض متقطع، وعندي كمان بولتي. طب احنا هنعمل ايه؟ هننزل طبعا في الكبه بالثوم والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر وحوالي بقدونس وعصير ليمون. بعد كده هنتبل السمك كله من ربع ساعة لنص ساعة. وبعد كده هنجيب بولة فيها دقيق وبولة تانية فيها مية، علشان هننزل بالسمك الفيليه، وهنضغط عليه كويس ونغلفه كويس جدا بالدقيق. وبعد كده كل ما نغلف واحدة ننزل عليها بالمية، ومن المية ننزل عليها تاني بالدقيق. انا ما بحطش نشا لان الدقيق كافي جدا. هنكرر كل ده مرتين لحد لما الكفر يبدأ يتماسك مع السمك. لما نخلص الكمية ممكن نسيبها في التلاجة لمدة من 5 دقايق ل10 دقايق. وعلشان ندخل في القلي ننزل اول بالسمك الفيليه، وبعدين ننزل في البولتي. اهم حاجة ان الزيت لازم يكون سخن ويكون غزير. بعد ما نخلص الكمية، اهم حاجة اللي احنا ما نقلبوش، هنسيبه حوالي 3 دقايق بالظبط. وبعد كده نقلبه على وشه التاني او على الجهة التانية لحد لما ياخد لون. لو قلبناه اقل من كده السمكة والكفر كله هيقع في الزيت. اهم تركية اللي احنا نطلعه من الزيت على ورق زبدة مش على ورق مناديل، علشان يقعد معانا فترة مقرمش وكريسبي. الف هنا وشفا على قلبكم، مع السلامة.